ازيكم يا شباب؟ فيلمنا النهارده بيتكلم عن طفل اسمه موكلي، وتربى وعاش وسط وحوش الغابة. وفيلمنا بيبدأ وموكلي بيجري من حيوان مفترس في الغابة، وبيطلع فوق الأشجار وبيعدي على غصن وبيتكسر بيه، وبيقع موكلي وبيهجم عليه نمر مفترس. بس بيطلع صاحبه اللي رباه ويكون اسمه باجيرا، وبيكون بيدربه على الهروب من أي خطر يتعرض ليه. وبيكون معاهم قطيع الذئاب الصغيرة اللي اتربى معاهم. وموكلي بيبقى زعلان إن باجيرا مسكه وفشل في الاختبار، وبيقول له باجيرا إن غصن الشجرة اللي اتكسر بيه هو السبب. فبيفهموا باجيرا إن أي شجرة ملفوف عليها نبات متسلق تبقى ميتة وأغصانها بتبقى هشة. وبيتمشوا سوا، وباجيرا بيحكي إن من كام سنة لقى موكلي بعد ما أبوه وأمه ماتوا، وكان لسه رضيع. وعلشان يحميه خدوا الأكيلة قائد الذئاب، وساعتها أكيلة رحب بوجوده. وراكشن زوجة أكيلة اهتمت بيه وربته مع أولادها. بس مشكلة موكلي إن إخواته الذئاب بيكبروا بسرعة وهو لأ. وبيرجع موكل لقطيع الذئاب، والذئاب الصغيرين بيتلموا حواليه، وجراي اللي بيعتبره اخوه الصغير بيبقى عايز يلعب معاه، لكن موكل بيرفض. وبيعرف راكشا انه فشل في الاختبار، وهي بتواسيه، واكيلا بيعلم الذئاب قانون الغابة، وموكل بيردد معاهم القانون. وبتعدي الفترة دي وبيجي موسم الجفاف، والمية بتجف من النهر، وبتظهر صخرة السلام اللي بتكون في قاع المياه. وبظهورها بيمنع الصيد والخلافات بين الحيوانات، وبيعيشوا في سلام. وبيتجمعوا كلهم وبيشربوا المياه الباقية من النهر سوا. وموكلي بيبقى مبسوط انه يتعرف على حيوانات جديدة، بس المشكلة انه ما بيبقاش عارف يشرب زيهم. فبيستخدم ذكائه وبيربط خشب على شكل وعاء بحبل وبيشرب. ولما بتشوفه راكشة بتقول له ما يستخدمش حياة البشرية ويشرب زيهم، وهو بيسمع كلامها. وجراي بيحاول يعوي، وبيضحكوا عليه علشان صوته لسه ضعيف. وفجأة الحيوانات بيشوفوا طيور في السماء، وهنا بيعرفوا إن في حاجة هتحصل. وبيطلع أكيل على صخرة ويطلب من موكلي إنه يستخبى وراه. وبيظهر شرخان أقوى نمر في الغابة، وبينزل علشان يشرب من المية، والحيوانات بتبقى كلها خايفة منه. وبيبص لهم شريخان وبيقول لهم إنه شامم ريحة بشر في المكان. وأكيلا بيقول له موكلي واحد منهم، فبتقول له راكشا ان هي اللي ربته وانه واحد من اولادها، وبتطلب منه انه يبعد عنهم. فبيفكرها ان الندبه اللي في وشه عملها له بشري، وهو مش هيسمح بوجود موكلي في الغابه. وبيحذروا منه لو رجع بعد انتهاء موسم الجفاف ولقى موكلي هيخلص عليه. وبيسيبهم ويمشي. وبعد فتره المطر بينزل والنهر بيتملي، وبتختفي صخره السلام. وقطيع الذئاب بيكونوا قلقانين من تهديد شيرخان ليهم. وبيبقى جراي قاعد جنب موكلي وخايف عليه. بيكون موكلي خايف على الذئاب اللي ربوه، وبيروح ليهم وهو مقرر انه يمشي. وباجيرا بيؤيد كلامه علشان يعيشوا في سلام، لكن راكشا بتبقى زعلانه وبتقوله ان ابنها ومش هتتخلى عنه ابدا. وساعتها موكلي بيبص لها وبيقول لها انه عمره ما هينساها، وانه هيجي يزورها. وبيقرب منها وبيحضنها، وكل الذئاب بتبقى حزينه انه هيسيبهم. وبعدها بياخدوا باجيرا علشان يوصلوا لاي مكان فيه بشر. وهم في طريقهم بيشوفوا مجموعة من الأفيال، وباجيرا بيقول له يقدم ليهم الاحترام لأنهم من مؤسسي الغابة. ولما بيمشوا موكلي بيحاول يقنع باجيرا بلاش يوديه يعيش للبشر، ويخليه يعيش مع أي قطع تاني في الغابة طبيعي. وبيقول له إن الغابة بقت خطر عليه. وبيوصلوا المكان كله جاموس وحشي. وبيحس باجيرا إن في ريحة هو عارفها، وبيقول لموكلي يستخبى ويروح ناحية الشمال. وفجأة بيظهر شرخان ناحية موكلي، وباجيرا بيهجم عليه وبيضربوا بعض. وباجيرا بيطلب من موكلي انه يهرب بسرعة، لكن شرخان بيجري وراه، والجاموس الوحشي بيخاف وبيجروا. وبتحصل فوضى كبيرة في المكان. وفي طريقهم بيخبطوا شرخان، وموكلي بيقع من على منحدر وبيمسك في جاموس، وبيقدر يهرب من شرخان اللي بيبقى متضايق جدا لانه ما عرفش يخلص عليه. وفي الغابة بنشوف الذئاب الصغيرة بتلعب ما عدا جراي، بيكون زعلان ان موكلي سابه. فبتقول له راكشا ان هي كمان مفتقداه، وبيقطع كلامهم صوت شرخان وهو رايح ناحية اكيلا. وبيقعد قريب منه وبيسأله عن مكان موكلي. فبيرد اكيلا بيقول له خلاص رجع للبشر، والمهم دلوقتي انهم يعيشوا في سلام. فبيقول له شرخان ان كل شيء انتهى. وفجأة بيهجم على اكيلا وبيموته، وبيقول له انهم هيفضلوا عايشين في خوف ورعب لحد ما يلاقي موكلي. وفي نفس الوقت بيكون موكلي نايم من تعبه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه على ظهر جاموسة وحشية وماشيين على حافة الجبل. وبيحصل انهيار بسبب السيول، وبسرعة بينزل للنهر وبيقدر يوصل لجذع شجرة في المية. وبيطلع عليه لحد ما بيوصل لمكان مخيف جدا في الغابة. وبيبقى خايف وبينادي على باجيرا لكن من غير فايدة. وبيكون جعان وبيشوف فاكهة وبيقطفها علشان ياكل منها. وبيقرب منه حيوان صغير وموكلي بيديله ياكل،
لكن بيظهر اخواته وبيسرقوا الفاكهة كلها وبيجروا، وماوكلي بيجري وراهم لحد ما بيطلع لشجرة عالية وبيسمع صوت حد بيكلمه. وفجأة بتظهر أفعى عملاقة وبتطمنه إنها مش هتأذيه لأنها عارفة هو مين، وبتعرفه وبتطلب منه يبص في عينيها وهي هتوريله اللي حصل لأهله زمان. وبتحكي له إن البشر لما بيزوروا الغابة بينوروا الكهوف بتاعتهم بالنار، والحيوانات بيسموها الزهرة الحمراء، ومع إنها بتنور لهم لكن بتؤذيهم أي شيء تلمسه. وبيشوف شريخان كان بيهاجم أبوه في كهفه وبيخلص عليه، لكن أبوه قبل ما يموت حرق شرخان في وشه، وعلشان كده ما خدش باله من موكلي. وباجيرا بعدها لقاه وخده عند قطيع الذئاب، وبيسرح موكلي في اللي شايفه، وكانت الأفعى بتلف جسمها عليه من غير ما يحس علشان تاكله. وفجأة بيظهر دب وبيهجم على الأفعى وبينقذ موكلي اللي بيفقد الوعي، ولما بيفوق بيشوف الدب وبيصرخ، وساعتها الدب بيهديه وبيعرفوا ان اسمه بالو وهو اللي انقذه من الأفعى، وبيطلب منه انه يردله الجميل ويتسلق الجبل عشان يجيب له العسل من خلايا النحل اللي فوق. فبيرفض موكلي لان المكان عالي جدا. بالو بيترجاه وبيعرفوا انه لو ماكلش العسل مش هيستحمل فصل الشتاء وهيموت، فبيصعب عليه وبيوافق وبيعمل حبل من فروع الشجر وبيوصل لخلايا النحل وبيتسع، لكن بيقدر يوقع خلايا كتير، وبالو بياكل وهو مبسوط. وبينزل موكلي وجسمه كله لسعات من النحل، فبيظهر سنجاب صغير وبيدي له عسل عشان يدهنه على جسمه. وبعدين بيمشي بالو مع موكلي وبيعرف انه عايز يروح لمكان يكون فيه بشر، فبيقرر بالو انه يساعده. وبالليل بيوصلوا مكان قريب من قرية فيها بشر ومولعين نار، وبيقول له بالو ان هي دي الزهرة الحمراء وبينصحه انه ما يقربش منها. وبيترجى موكلي انه يفضل معاه فترة ويجيب له باقي العسل، وبيقول له انه خلاص عرف طريق القرية ويقدر يروح لهم في اي وقت. فبيوافق موكلي لكن بشرط انه هيفضل معاه لحد ما يبتدي فصل الشتاء وبعدها هيمشي. وفي نفس الوقت جراي بيصحي امه لان اخواته مع شريخان، وبتطلع تشوفهم وبتسمع شريخان وهو بيحكي لهم قصة وبيكرههم في موكلي. فبتطلب ركشة من أولادها إنهم يروحوا ويناموا، وشريخان بيمسك واحد منهم وبعدها بيسيبه، وده بيبقى تهديد لركشة. وتاني يوم بيجهز الحاجات اللي هتساعده إنه يجيب العسل، وبيغطي جسمه بورق الشجر والحيوانات بيشتغلوا معاه وبيساعدوه، وبيقدر يجيب كميات كبيرة من العسل. وبالو فرح جدا وبيبتدي يحب موكلي وبيلعبوا سوا وهما مبسوطين. وفجأة بيظهر باجيرا وبيجري عليه وبيحضنه وبيقول له إنه كان مفتقده وقلقان عليه، وبيحكي له على الحاجات اللي حصلت له الفترة اللي فاتت، وبياخده يوري له العسل اللي جمعه. فبيتعصب عليه لأنه منبه عليه قبل كده ما يستخدمش حيل البشر في الغابة. فبالو بيقول له يهدى دلوقتي ويكملوا كلامهم بكرة، لكن بيسيبهم وبيطلع بره الكهف. وبالليل موكلي بيسمع صوت أفيال، فبيروح يبص عليهم ويشوفهم متجمعين جنب حفرة، وبيشوف فيل صغير واقع فيها. فبسرعة بيرجع للكهف وبيجيب الأحبال اللي صنعها من الشجر، وبينزل في الحفرة وبيربط الفيل وبيربط الطرف التاني في أنياب الأفيال، وبيبتدوا يشدوا الفيل الصغير لحد ما بيخرج من الحفرة وبيبص للموكلي وكأنه بيشكره إنه انقذه. وبيكون بالو وباجيرا واقفين وشايفين كل اللي بيحصل وفخورين جدا باللي بيعمله. وبالو بيطلب من باجيرا انه يخلي موكلي يعيش في الغابة وميمشيش، فبيعرفوا ان النمر الشرخان كان بيدور على موكلي وعايز يخلص عليه زي ما خلص على أكيلا. فبيتصدم بالو من خبر موت أكيلا وبيقرر يساعد باجيرا ويقنع موكلي انه يرجع للبشر تاني. وفعلا بيروح له وبيطلب منه يمشي علشان فصل الشتاء قرب، فبيطلب منه موكلي انه يقعد معاه لانهم صحاب ومش عايز يسيبه. فبيبص له بالو وهو حزين وبيقول له انهم مش صحاب وانه كان عايزه يجيب له العسل بس. فبيزعل موكلي من كلامه وبيجري بعيد، وبالو بيحزن وبيقول ان دي اصعب حاجة عملها في حياته. وبيطلع موكلي يقعد على شجرة عالية وبيجيله قرد صغير وبيكلمه، لكن هو بيتعصب عليه. وفجأة بتظهر مجموعة قرود وبياخدوا موكلي وبيهربوا، وبيشوفهم باجيرا وبالو بيجروا وراهم، وبينزل بالو المية وبينط باجيرا على ظهره علشان يعرف يعدي. وبيكملوا مطاردتهم للقرود لحد ما بيلاقوهم بيتسلقوا جبل عالي، وساعتها بيحاولوا يتسلقوا وراهم، وبيكون القرود واخدين موكلي المعبد القديم فوق الجبل. ولما بيدخل وبيلاقيه مليان فواكه والقرود بتبعد عنه، وبتظهر ايد ضخمة وبتاخد من الفواكه، وبعدها بيظهر القرد الضخم وبيبقى ملك القرود، وبيعرض على موكلي انه يحميه بشرط انه يحضر له الزهرة الحمراء. فبيقول له موكلي انه ما يعرفش يحضرها، فبيتعصب الملك عليه. وفي الوقت ده بيكون بالو وباجيرا وصلوا لقمة الجبل بعد معاناة، وبيعملوا خطة وبيدخل بالو القرود وبيفضل يكلم الملك ويشغلهم.
وبيدخل باجيرا من مكان تاني وبيشاور الموكلي اللي بيتسحب بالراحة وبيروح له، لكن بيلمحهم واحد من القرود وبيصرخ وهما يجروا القرود وراهم، وبيقف فالو وباجيرا يشغلوا القرود لحد ما موكلي يهرب. وبيتعصب ملك القرود وبيخرج من المعبد وبيقدر يلاقي موكلي وبيقول له انه الوحيد اللي هيقدر يحميه، فبيزعق له موكلي وبيقول له انه هيرجع لأكيلا وهو هيحميه. فبيعرفوا ملك القرود ان شريخان قتل أكيلا، فبيصرخ موكلي وبيقول له انه كذاب وبيجري منه، والملك بيجري وراه وبالغلط بيكسر أعمدة المعبد وبيخرج موكلي من المكان. وقبل ما الملك يروح وراه بيتهدل عليه المعبد والقرود بتتجمع وبتحاول تنقذه، وبيروح معاهم باجيرا وبالو عشان يدوروا على موكلي، لكن بيسمعوا صوته وهو بينادي عليهم من فوق شجرة. وبيسأل باجيرا هو ليه ما قالوش ان أكيلا مات، وبيتعصب عليه وبيقرر انه ينتهي من شريخان، وبيجري لوحده لحد ما بيوصل لقرية البشر وبيتسلل من غير ما حد يشوفه، وبياخد شعلة نار وبيرجع للغابة وبيشوفوا بالو وباجيرا وبيروحوا وراه، وهو في طريقه بتقع من الشعلة شرارة نار وبتولع في الغابة وهو مش واخد باله. وبيوصل لمكان قطيع الذئاب وبينادي على شريخان وبيقول له انه مش خايف منه، وبيظهر شريخان وبيقول له انه كان عارف انه هيبان على حقيقته كبشري في يوم من الايام، وكان متأكد انه هيأذيهم. وبيشوف موكل النار مولعة في الغابة وبيحزن لما بيلاقي الحيوانات خايفة منه ومن الشعلة اللي في ايده، وبيستفزه شريخان لحد ما بيرمي الشعلة في النهر علشان يثبت للذئاب انه مش عايز يأذيهم وانهم اهله. وساعتها شريخان بيقول له انه اغبى قرار اخذه في حياته، وبيقرب منه علشان يخلص عليه، لكن بيتفاجئ ان بالو وباجيرا والذئاب واقفين جنب موكلي علشان يدافعوا عنه، وبيتعصب شريخان عليهم وبيهجم عليه بالو اللي بيتصدى ليه، والذئاب بتهجم عليه وبيروح معاهم موكلي، بس في اللحظة دي باجيرا بيمنعه وبيقول له يستخدم اساليبه كبشري، فبيفرح بكلامه وبيستخدم ذكائه وبيجري ناحية النار، وبيشوف شريخان وبيجري عليه بكل قوته، وباجيرا بيحاول يمنعه وبيهجم عليه، لكن شريخان بيكون أقوى منه، وقبل ما يخلص عليه بتيجي الذئاب وبتضربه، وموكلي بيطلع على الشجرة الميتة وبياخد منها غصن وبيعمل حبل، وبيروح لشريخان وبيطلع ورا الشجرة وهو متعصب منه لأنه بيخاف من النار، وبيجهز علشان يهجم عليه. وبسرعة موكلي بيرمي الحبل اللي كان مربوط في شجرة تانية وبيقف على غصن ضعيف وميت، وبيضايق شريخان بالكلام وبيعصبه أكتر لحد ما بيهجم عليه، وموكلي بينط بسرعة وبيمسك في الحبل المربوط في الشجرة التانية وبتكسر غصن الشجرة بشريخان وبيقع في النار وبيموت. وبكده يكون موكلي انتقم لأهله والأكيلة اللي رباه، وبتقابلوا الأفيال وبيساعدوه زي ما هو ساعدهم، وبيفتحوا ممرات للمية علشان توصل للنار طب فيها. والحيوانات بتفرح وجراي بيعوي لأنه فخور بموكلي، وبعدها بيكملوا حياتهم، وبيقدر موكلي إنه ينجح في اختبارات اللي بيعملها باجيرا وبيبقى سعيد جدا، والذئاب الصغيرة بتاخده قدوة ليهم، وبالو بيقرر يفضل جنب صاحبه وبتعيش الغابة كلها في سلام. خلص فيلمنا، يا رب يكون عجبكم، بس كده.